يسعد لي أوقاتكم أصدقائي، من وين متابعوني بأي وقت متابعوني. أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم أو فيديو اليوم خبز رمضان، خبز كتير طري ولذيذ ومكونات إن شاء الله متوفرة بكل البيت. مثل ما أنتم شايفين طراوة الخبز. إذا أول مرة تشوفوا قناتي أنا أم رمان، نقدم وصفات سهلة وبسيطة وبشرح كتير بسيط. يلا بينا على المقادير، طريقة التحضير، ونقول بسم الله ونبلش. بيلزمنا كوبين من المي الفاترة، ملعقة من السكر، ملعقة من خميرة الفورية، ومنحركها كتير منيح حتى نتأكد إنه الخميرة دابت مع المي. أهم شي المي يكون فاترة. واستعملت كوب المعياري، ممكن تستعملي أي كوب متوفر عندك. هلا رح نضيف كوب من الطحين. طبعا دائما بخبركم بدنا ننخل الطحين ومنحركها كتير منيح ومنتركها 10 دقائق لربع ساعة. بهالخطوة نتأكد إنه الخميرة عنا ممتازة. هلا راح أغطيها وأتركها تقريبا من 10 لربع ساعة، ممكن حتى نص ساعة عادي. أنا تركتها تقريبا ربع ساعة، وبعد ربع ساعة مثل ما أنتم شايفين تأكدت إنه الخميرة ممتازة وتخمرت عندي. هلا راح نضيف باقي الطحين. راح نضيف 3 أكواب تانية من الطحين، يعني مجموعة طحين. هلا أنا اللي بستعملها 4 أكواب. وبعدها راح نشوف إذا بيلزمها طحين أو لا. ممكن تعجنوها بالعجانة أو بالإيد. هي العجينة أو الخبز ما بدها عجن كتير، يعني ما شاء الله فورا تكون جاهزة. بس دايما بخبركم المعجنات والخبز كل ما عجناها كل ما بيعطينا نتيجة ممتازة. بعد ما ضفت 3 أكواب تاني من الطحين وخبرتكم مجموع صار 4 أكواب. انتبهوا ما تخربطوا مجموع الطحين 4 أكواب كوبين من المي. وطبعا ممكن نستعمل الحليب بدل المي، وأهم شي يكون فاتر، لا بارد ولا سخن. راح نضيف ملعقة من الزبدة، ما يعادل 50 غرام. أهم شي كمان الزبدة يكون لينة أو بدرجة حرارة الغرفة مشان ما يعذبنا. هلا راح نضيف ملعقة من الملح ونعجنها. مثل ما انتو شايفين العجينة كتير لينة. راح نضيف ملعقتين تاني من الطحين، وبدكم تنتبهوا ما بدنا أكتر من هيك، يعني ممكن حتى 4 أكواب حسب نوع الطحين. بس حسيت العجينة لسه بدها طحين، ضفت ملعقتين تاني من الطحين على العجينة. هلا بنشوف قوام العجينة. العجينة بالأساس بدها تكون لينة كتير. إذا ما بدكم تلصق بالإيد راح نضيف ملعقة من الزيت حتى نحصل على عجينة ملمسها ناعم. مثل ما انتم شايفين ما شاء الله عجينة كتير طرية، يعني عم تلصق بالايد. واذا ما بدكم تلصق بالايد بتبلوا ايدكم بشوية الزيت، وهيك رح تحصلوا على عجينة ممتازة. 4 أكواب من الطحين زائد ملعقتين. الملعقتين بتضيفوها بالتدريج، يعني ممكن تاخدوا ملعقة مش أكتر. هلا العجينة صار عندي جاهزة، راح اتركها تقريبا نص ساعة. بس صراحة كان عندي شغل تركتها اكثر من نص ساعة، تقريبا 40 دقيقة. نغطيها بالنايلون اهم شي، وبعدها نتركها مكان دافئ حتى تتخمر معنا العجينة. انتبهوا مثل ما انتم شايفين، برجع بخبركم اذا بدكم الخبز يكون ناجح معكم 100%، اهم شي العجينة ما تكون ناشفة، بدها اياها تكون طرية مثل ما هو واضح بالفيديو. ما شاء الله العجينة تخمرت عندي كتير منيح. وهلأ رح نساوي خبزين. طبعا ممكن تعملوا أقراص صغيرة أو أكبر، تعملوها بس خبزة واحدة. أنا حبيت إنه أعمل خبزتين. رح نقسم العجينة لكراتين متساويتين. رشيت شوية طحين بالمكان بدي أشتغل فيها، وبعدها بنقسم العجينة لقسمين. وإذا وصلتوا معي لهون بتمنى لا تنسوني من لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل إشعارات. وكتير صبايا بخبروني ليش كنتي بتحكي كردي وهلا قلبتي على العربي، لأنه كتير متابعيني من دول العربية وما بيفهموا اللغة الكردية. طبعا مشان هيك وسر çava دولتي متابعة متكي وسر هردو çava وبتشو وقتي قناة زانبن از كردم. بعد ما قسمت، عفوا بعد ما كورتها رشيت طحين طالعت الهواء منها. هلأ رح نقسم العجينة لقسمين. أول قسم بنتركها على الطرف بنغطيها، وهلأ بنبلش بأول الخبز.
بالصينية ممكن ندهنها بالزبدة، بس أنا استعملت ورق الزبدة منمت العجينة، وأهم شي ما نرققها كتير، بدنا العجينة يكون سميكة. هلا رح تشوفون مع بعض سماكة العجينة أو الخبز اللي جهزناها، ما بدها لا شوبك ولا شي. إذا حسيتوا عجينة بتلصق بالإيد خبركم مرة تانية ممكن تدهنوا إيدكم بشوية الزيت أو بالمي، هيك ما بتلصق نهائيا. ما شاء الله صوت الهواء إن شاء الله يكون صوتي واضح بالفيديو. وقبل هالمرة عملت كتير أنواع من الخبز، خبز الصاج، خبز 7 طبقات، وكمان خبز التنور بدون التنور بالفرن البيت. راح أحط الروابط بالصندوق الوصف أو راح يبين معكم بنهاية الشاشة. مثل ما انتم شايفين مديت على العجينة على شكل البيضاوي، ممكن على شكل دائري أو مربع، هاي اختيارية مثل ما خبرتكم. كمان ممكن حجم أصغر أو أكبر، كمان هاي اختياري. بعد ما مديت العجينة تأكد منها، شايفين سمكة منيحة. هلا رح نغطيها ونتركها تقريبا ربع ساعة حتى تتخمر معنا مرة الثانية. والخبز التاني كمان بنفس الطريقة رح نمدها بالإيد، وخبرتكم إذا حسيتوا بتلصق بندهن إيدنا بشوية زيت، وهيك نتأكد ما في إنه العجينة ما بتلصق بالإيد نهائيا. كمان بنمد العجينة بنفس الأولى وبنغطيها تقريبا ربع ساعة، أو بنتركها حتى التانية تستوي معنا بالفرن. يعني يمكن تاخد معكم هاي التانية أكتر من ربع ساعة. وبهالأثناء الفرن يكون شغال من فوق وتحت على أعلى درجة، يعني تقريبا 250. وانتبهوا حسب فرن كل ست بيت، يعني حتى تتحمر من تحت والفوق. وإذا حسيتوا إنه من فوق تحمرت من تحت لا، ممكن تطفوا الفوق وتشغلوا بس تحت. برجع بخبركم حسب فرن كل ست بيت. بعد ربع ساعة مثل ما انتم شايفين تخمرت معي. خلطة التلميع هي صفار البيت، ملعقة من الخل، ملعقتين من الحليب. طبعا ممكن تستغني عن هاي كلها نهائيا، تستعملي بس الزبادي. يعني تدهني وش الخبز بالزبادي، بتخلطيها كتير منيح حتى تحصلي على زبدة أو زبادي، عفوا اللبن اللي هي ناعمة، وبعدين بتدهني وش الخبز. خلطة التلميع اللي أنا استعملتها هلا صفار بيت، ملعقة من الخل الأبيض، ملعقتين من الحليب، خلطهم كتير منيح ودهنت فيها وجه العجينة أو الخبز اللي هلا عم نجهزه. مرة تانية إذا وصلتوا معي لهون بتمنى لا تنسوني من لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل الإشعارات. والتشكيلة كتير سهل وبسيطة، يعني بأصابع إيدنا مثل ما أنتم شايفين عم شكله. هذا الشكل الأساسي للخبز الرمضان. كتير طيب هالخبز بالرمضان، طبعا طيبة بكل أوقات عفوا، بس إلا نكهة خاصة مثل الشعبيات والقطايف. يعني نكهة الخبز رمضان إلها نكهة خاصة. بعد ما دهنتها وشكلتها راح نرش عليها شوية السمسم والحب البركة، وهاي اختيارية. ممكن ترشوا عليها كمان بذور الشيا، يعني الاختياري السمسم وحب البركة وبذور الشيا. هلا بندخلها على الفرن على رف الوسط من فوق والتحت على أعلى درجة 250. والخبز التاني كمان راح نشكلها بنفس الطريقة. طبعا مندهنة خلطة التلميع ومنشكلها ومنرش عليها حبة البركة والسمسم. طبعا المحمص استعملت، وخبرتكم ممكن تستغنوا عن السمسم وحبة البركة إذا ما حابين أو إذا عندكم حساسية منها. سهلة وبسيطة وما بدها وقت نهائيا، يعني قبل الإفطار بساعة إن شاء الله بتجهزوا أطيب خبز على الإفطار. ونبلش نشكلها بأصابع إيدنا، بما إنه نحن دهناها بخلطة تلميع أكيد ما بتلصق بالإيد، كتير سهلة وبسيطة. بعد ما شكلتها هلا برش عليها كمان نفس الأولى حب البركة والسمسم المحمص. كمان ندخلها على الفرن بيكون التاني هلا صارت جاهزة. ونشوف الشكل اللي أول حطيناها بالفرن
ما شاء الله، الريحة بتجنن والشكل ما شاء الله وكتير طرية. طبعا راح أدهنها بشوية الزبدة، بما انه الخبز عندي لسه سخنة. الزبدة يكون بدرجة حرارة غرفة او بالبراد كمان ما في اي مشكلة. مثل ما انتم شايفين عم بدهنها، وهلا راح اغطيها تقريبا من 5 ل10 دقائق. انتبهوا، اول ما تطلعوها من الفرن بنغطيها. ممكن تستغنوا عن الزبدة نهائيا. والخبز التاني راح نرش عليها شغلة التانية بدون الزبدة. وبعد 10 دقائق ما شاء الله الخبز بتجنن، طرية مثل القطن. جربوها واكتبوا بالتعليقات شو رأيكم فيها. وهذا الخبز التاني راح أرش عليها المي رشة بسيطة، وراح أغطيها مرة تانية تقريبا 10 دقائق. وبعد 10 دقائق راح نشوف مع بعض الخبز كيف صار، طرية مثل القطن ما شاء الله، وكتير لذيذة وطيبة. بتمنى يعجبكم الفيديو. إذا عجبكم وشفتوه مستاهل بتمنى لا تنسوني من لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل إشعارات. ونقول بسم الله ونشوف جوات الخبز. ما شاء الله طرية مثل القطن. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. بالعافية علينا وعليكم. بتمنى يعجبكم فيديوهاتي، ومثل ما خبرتكم إذا عجبكم ممكن تبعتوا لحدا يستفيد منه أو لكل حبايبكم حتى يستفيدوا منه. وأشوفكم بالخير بفيديوهات الجاي.